بنظريه اللي فات مات، لازم نقضي الكام يوم اللي جايين دول بنبص بس اليوم 23/10. السؤال دلوقتي، هل الزمالك يقدر؟ ايوه طبعا يقدر، لكن بشروط. اولها الحضور والضغط الجماهيري على الخصم طول ال 90 دقيقه. الحضور الجماهيري المكثف بساعة الاستاد بالكامل، أكرر بالكامل، النداء الأخير بالكامل، هو اللي بإذن الله هيكون بوابتنا للتتويج. تاني حاجة، اللعيبة لازم يكون من جواهم مؤمنين إنهم يقدروا يعملوه، والكلام ده مش جاي من فراغ، لأنهم عملوه وعملوا الأصعب منها قبل كده. حصلت معانا وحصلت مع غيرنا وكتير. مبدئيا الزمالك شخصيا ومن فترة بسيطة جدا ومع نفس الجيل ده ومع فرق كبيرة أحرز 3 أهداف في فترة زمنية بسيطة جدا. قصاد الإسماعيلي في قبل نهائي كأس مصر السنة دي جاب الجون التالت في الدقيقة 70، ومع الأهلي في نهائي نفس البطولة الجون التالت كان في الدقيقة 59، وفي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا السنة دي واستاد برج العرب يشهد جاب الجون التالت في الوداد في الدقيقة 49، والسنة اللي فاتت الجون التالت في النجم الساحلي كان في الدقيقة 70. يعني حصلت وعملناها قبل كده في مباريات مهمة ومع فرق أقوى من صن داونز، وهو الزمالك بنفس اللعيبة بنفس الشرط بنفس الفانيلا. السنة اللي فاتت في قبل نهائي الكونفدرالية مع النجم الساحلي خسروا مباراة الذهاب في تونس 5-1، وفي مباراة العودة في أول 5 دقايق علي جبر اتطرد، ولعبنا 85 دقيقة ب10 لعيبة كانوا رجالة وعلى أبواب إعجاز تاريخي عالمي بالصعود للنهائي لو فرصة باسم مرسي في الدقيقة 90 دخلت الجون. على المستوى العربي السنة دي في بطولة افريقيا في دور ال16 برضه النجم الساحلي خسر بره ارضه من انيمبا في نيجيريا 3-0، ورجع كسب في تونس برضه 3-0، ولعبوا ضربات جزاء. في 2009 الاهلي كسب سانتوس الانجولي في القاهرة 3-0. نتيجة زي دي مع الاهلي في افريقيا او في اي مصلحة يعني خلصانة بشياكة. ايه يخسر الاهلي في انجولا بنفس النتيجة 3-0؟ حد يصدق الكلام ده؟ في ناس حواجبها لغاية دلوقتي وقع على الارض من الاندهاش. وفي نهائي دوري ابطال اسيا سنة 2004 اتحاد جدة خسر على ارضه في جدة من سونينجامي الكوري، سامحني يا رب على الاسم ده، 3-1. فعرف الكرة اللي بيخسر على ارضه 3 هيشيل بره شيء وشويات، لكن الإتي عمل المعجزة وكسب في كوريا 5-0 وخد البطولة. يعني لسه الأماني ممكنة، بس بشوية، لا شوية إيه، بفشنكاح من الضغط الجماهيري على الخصم في الملعب، ولاعيبتنا يؤمنوا بقدرتهم إنهم يقدروا يعملوه. هوب تلاقي نفسك بتستلم الكاس، ومدرب صن داونز في العناية المركزة نعالجه عندنا بقى من الانهيار العصبي. مصر مش ممكن تتخلى عنه في موقف زي ده. والله العظيم الزمالك يقدر لو عاوز، وبرضه السادسة يا زمالك.